السلام عليكم يسر لي ورحمة الله الخير وبركاته. ازيكم حيث يا حبايبي؟ كنت عاملين ايه؟ يا رب تكونوا وحيث بخير توجهت. وبأحسن حال. فيديو سخر النهاردة لي مميز الأرزاق جدا. والفتوحات تعالوا في بينا كل نسمي وقت الله ونصلي وساعة. على الرسول عليه أفضل الصلاة يسر علي والسلام. كل صلى على صعب، الحبيب قلبك يطيب. هون علي كل حرمش عسير، منكم يا أغلى وأحلى أخوات، احفظني يجبر بما ينزل خواطركم من جبرا يتعجب السماء به وما أهل يخرج السماوات منها والأرض. اللهم آمين. وما يرى عليها يا كريم. النهاردة يا حبايبي معانا نص كيلو سردين، سمك سردين من اللي هو بتاع الصواني. هنعمله سردين حديق النهاردة. لا اله الا الله. دول 3 معالق ملح حريش، ملح حريش خشن. ومعانا معلقة كركم ومعلقة شطة ناعمة، وقلبنا الحاجات دي في بعضها كده. وعلبة، اي علبة عندك، علبة حلاوة، علبة تلاجة عندك في البيت، برطمان، اللي موجود عندك ممكن، يعني ما تلفيش ولا تحتاري. انا غسلت السردين ده يا حبايبي شويه ميه دافيه، وسبته يصفي كده ميته وينشف خالص. طبعا هنرصه حلو في العلبه كده، واحده ريح واحده، واحده فوق ريح واحده، مش فوق واحده، في ريح بعض كده. وهترشي من الطبقات وبعدها شويه الملح بالكركم والشطه زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. عشان يبقى ملحه معقول، ما كترناش ملح قوي، يبقى ملحه معقول، ما يبقاش حادق، لان السردينه دي صغيره مش كبيره قوي. لو كبيره قوي كتر لها الملح، دي بتدوب من اقل حاجه. ترش طبقه الملح والخلطه اللي احنا عاملينها الحلوه دي، وبتحط الطبقه التانية، ومش هتفتحها عليها الا بعد 15 يوم. هتحطي معلقتين زيت في الاخر وعصره ليمونه، الليمونه عشان تحفظه، ماده حافظه ليه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين يا حبيبي كده، هترش عليها الطبقه وطبقه. لو هو كبير بقى وحابه تعملي الكبير شويه عندي، هتسيبيه يفك برضو من تلجه خالص لما تجيبيه من السوق، وتغسليه بميه دافيه ومن نخشوشه حلو. وهتحطي في النخشوش بتاعه ملح زي الفسيخ كده، بس ملح بسيط في السردين. وهتعملي بين الطبقه والطبقه برضو كده ملح برضو، في نفس طريقه الصغير الكبير برضو. ده يا حبايبي مش هنفتحه عليه غير بعد 15 يوم. طبعا الملح اللي فضل معانا برضو حطيناه كله كده، انا حاطه يا دوب كده مقدار. وعصره الليمونه هي اللي بتحفظه، ماده حافظه ليه. وهنحط المعلقتين الزيت، وفي الكيس هتربطي الكيس حلو عليه، تطلعي منه الهواء، تربطيه حلو وتعينيه على الرخامه عندك في المطبخ. جو حلو اللي يمدي، لا يعمل ريحه ولا اي حاجه، ولا كأنه محطوط معاكي في المطبخ سردين مخلل. مش هتنسى حلاوته. جربيه بالطريقه دي. دول حوالي معلقتين 2 كبار زيت، مش يام. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تشتركوا في القناة. يا احلى اخوات واحلى متابعين. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، انا طلعت منها الهواء، حسيت ان لسه الكيس معبي هوا شويه، فضيته تاني. وتعقدي عليه حلو، وتضغطي غطا العلبه حلو عليه، هتضغطها حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.